ما دخلت وزاري مو؟ أعرفك ضايج لما داخل وزاري وراح تعيش سنة كاملة، وضايج لي ما كنت تهتم بدراستك، وهسه راح تضطر تعيش سنة كاملة بسبب تقصيرك. حتى لو أنت ما دخلت وزاري، تدري شو المفروض تسوي؟ السلام عليكم، أنا أيمن، رسام وأنا صانع محتوى، وهذه هي قناتي. اللي المفروض تسويه هو انه انت تعتبر نفسك دخلت وزاري. اي انت حتقول شو يعني تريد اضحك على نفسي؟ لا مو هي شيء. اعتبر نفسك داخل وزاري وتحاول تقرا بالشكل اللي تقدر عليه، ولما يصير موعد امتحان تجرب تحل الاسئله اللي راح تنزل بالانترنت وتشوف نفسك قراءتك زينه ولا. ورا ما تبدا العطله الصيفيه وتخلص امتحانات، لا تقضيها كلها ضوجة على تقصيرك، بل قضيها قرايه لهاي السنه وتطلع معدل عالي، خصوصا لو انت طالب سادس، فمعناها عندك فرصة ثانية وعندك خبرة أكثر وعندك معلومات أحسن من اللي تو جديد واستوى صار طالب سادس. هذه موعد السنة. وحتى لو كنت ثالث فما بيها مشكلة تسعى إلى معدل عالي تفرح به، مثل ما أنا فرحان بمعدل بالثالث متوسط بال97. وطبعا هذا معدل حصته ورا تعب كبير. فنضج وابدأ ادرس وفرح أهلك اللي ينتظرون هالفرحة. صحيح جامعاتك راحة وما راح تدرس وياهم، صحيح راح تعيد هالسنة كاملة ويا شلة جديدة. يمكن اكوش كم طالب يبقى اذا هم نفس حالتك راسي راح يعيد السنة. بس انت ضايج لان اكثر جامعاتك راحوا، وصح راح تعيش شوية سنة دراسية جديدة شوية بشكل اصعب، وما تستمتع هواي بالدوام وماكو جامعاتك. بس هاي يعني مو نهاية، ترى انت هم تقدر تلتقي بجامعاتك الزينين خارج المدرسة. بس شعور انه انت بالصف وما تدرس وياهم شعور صعب جدا، ولكن صار اللي صار، وهذا الشيء لازم تتحمله، مو تبقى ضايج طول الوقت بسببه. ما زالت عندك الفرصة تحكي ويا جماعتك، وهميا اكو احتمال تلقى ناس مثل اصدقائك الزينين وتصدقهم وتستمتع وياهم. الواحد دائما يحكي ويا ناس جديد ويشوف وياه هو الزين حتى يمشي وياه هو المو زين حتى يبتعد عنه. فلا تحزن بسبب المشكلة، تذكر انه مو النهاية. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، ولا تنسى ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في امان الله. نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم. نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم. العلم مدينة إلهام لا يدخلها إلا ملهم ودليل العالم.